المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. هذه مقولة اشتهر بها العلامة عبد الرحمن بن خلدون، الذي يعد من أهم ما أنجبت الحضارة العربية الإسلامية، وهو يحظى بمكانة علمية مرموقة. ينسب إليه تأسيس علم الاجتماع وتفرده بقراءة التاريخ وصياغة نظريات تفسر مساره، مستلهما إياها من مسار حياته وعيشه، متنقلا بين عدد من البلدان. ونظرياته ما زالت تدرس في زماننا هذا ويحلل بها واقعنا. فمن هو عبد الرحمن بن خلدون؟ وما هو سر الاهتمام أو اهتمام العالم العربي والغربي بمخططاته؟ وما قصة ابن خلدون ومقدمته الشهيرة؟ ولد عبد الرحمن بن خلدون الملقب بولي الدين بتونس، وقضى طفولته في بيت والده الذي كان بيت علم. ينتسب لأسرة عربية من أصول يمنية نزحت من إشبيلية تزامنا مع سقوط مدن الأندلس. نشأ في بيت سياسة، شغلت أسرته مناصب سياسية ودينية مهمة، لكن والده انقطع عن السياسة وزهد فيها وانصرف إلى التعليم. بدأ ابن خلدون دراسته مبكرا على يد والده، ثم على يد أساتذة تونس في ذلك الوقت. تفتح علمه على يد علماء من أبرزهم أبو عبد الله ابن عمر ابن إبراهيم الآبلي، الذي يتحدث عنه بإعجاب وباحترام. ثم استكمل تحصيله العلمي في جامع الزيتونة. انفرد ابن خلدون عن محيطه، وهو الذي عاش في عصر كانت فيه شمس الحضارة الإسلامية نحو الأفول، وأصبح التقهقر يراوده والكوارث تتوالى على العالم الإسلامي، كهجمات التتار وتراجع حكم المسلمين في الأندلس والحروب بين الحكام والفتن بين الأمراء وانتشار الطاعون. شرع ابن خلدون في التأليف مبكرا، لكن الأشهر هو الكتاب الذي جاء في 7 مجلدات، منها المقدمة احتل مكانة هامة، حيث عالج الظواهر الاجتماعية كما تعرض لمختلف الحضارات. أسس ابن خلدون نظريته التي تجمع بين التكامل بين ما هو روحي وما هو مادي، كما بين أن للدول أعمار طبيعية كالبشر، وهي محددة ب3 أجيال: جيل البناء، وجيل الاستبداد بالحكم، وجيل الترف الذي هو علامة السقوط. تحدث ابن خلدون عن الحكام، واعتبر أن الانفراد بالحكم يذهب بالدولة إلى الشيخوخة والهرم. ما ميز ابن خلدون أنه حاول أن يفسر تجربته أو تجربة العصر عبر تجربته الشخصية. يرى باحثون أن ابن خلدون استلهم كثير من تجاربه السياسية التي عاشها في دهاليز السياسة. ويرى البعض أن ابن خلدون رجل يستبد به الطموح السياسي وتستهويه السياسة. توفى ابن خلدون في القاهرة ودفن فيها. ما أكثرها الشخصيات العربية الإسلامية التي شغلت الدنيا بإرثها.